بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا الإخوة الكرام، مرحبا في هذا الموضوع الجديد، ورمضان مبارك على الجميع، على جميع المسلمين. في هذا الموضوع سنتطرق إلى بعض الطفرات في الحسون، الطفرات البرية أو الطفرات التي تنتج في الأقفاص المعروفة. إذا حصل أحدنا على إحدى هذه الطفرات، وكما نعلم أن طفرات الحسون متنوعة، منها القوية السائدة ومنها المتعلقة بالجنس والمتنحية. سنعرف إن شاء الله كيفية التعامل مع طفرة إن حصلنا على طفرة واحدة في جنس معين، إما ذكر أو أنثى، وكيف نعرف أن تزاوجه، وكيف نستغل هذا التزاوج مع بذكر طافر أو أنثى طافرة مع جنس آخر، ذكر طافر مع أنثى كلاسيكية عادية بدون طفرة. كيف نستغل هذا التزاوج ونتحصل في الأخير على حساسين طافرة أيضا؟ في الموسم الأول نتحصل على حساسين حاملة للطفرة، ومنها الطافرة في الإناث، كما سنشرح في الموضوع هذا. سنعرف كل الإنتاجات المتحصل عليها والطفرات الممكنة. تتنوع طفرة الحسون، ومنها السائدة القوية التي تورث الطفرة وتظهر على الفراخ. إما أن تكون الفراخ طافرة ظاهرة عليها الطفرة خارجيا في الريش، أو لا تكون، أي لا تكون حاملة للطفرة، أي في هذه الطفرة السائدة لا تكون الفراخ حاملة، بل إما عادية وإما طافرة. وفي هذا الصدد سنتحدث عن طفرة الذقن الأبيض السائدة القوية المعروفة. فإذا تحصلنا على فرخ أو حسون بالغ طفرة الذقن الأبيض، وتكون طفرة معلومة، قوية، حقيقية كما نقول وكما تحدثنا في أحد المواضيع. سأضع رابطه في صندوق الوصف عن هذه الطفرات أو الطفرات المتنوعة الحقيقية البرية. فهذه طفرة الذقن الأبيض قوية وسائدة، وسنتحدث فيما يلي عن تزاوجها مع الحسون العادي. فإذا تحصلنا من البرية على حسون ذقن أبيض به أظافر بيضاء، أو على الأقل ظفر واحد أبيض، فسنتحصل منه مع أنثى عادية كلاسيكية على فراخ طافرة وفراخ عادية. وهكذا سنتحصل في الموسم المقبل أو الموسم الموالي بتزويج الفراخ للآباء أو الفراخ مع بعضها على حساس أكثر طفرة. وهكذا ومع المواسم المتتالية نتحصل على الطفرة الظاهرة والكاملة، وممكن أن أيضا أن نتحصل على الطفرة البيضاء من هذه الطفرة، طفرة الذقن الأبيض. فيما يلي تزويج ذكر حسون ذقن أبيض مع أنثى عادية أو العكس، والحاصل نتحصل على 25% ذكور عادية، و25% إناث عادية، و25% ذكور طافرة، و25% إناث طافرة. نتحصل على ذكور عادية وذكور طافرة في هذه الفراخ. أما التزاوج الموالي فسنزوج في الموسم المقبل، فسنزوج الذكور أو الفراخ مع الأب أو الأم. نزوج الحسون الذقن الأبيض الطافر مع الأنثى الطافرة ذقن أبيض، فسنتحصل على كالتالي: 12.5% ذكور ذقن أبيض، 12.5% إناث ذقن أبيض، 12.5% ذكور عادية، 12.5% إناث عادية، 12.5% ذكور بيضاء بالكامل، 12.5 إناث بيضاء بالكامل. ففي هذا تزاوج الذقن الأبيض مع الذقن الأبيض يعطينا نسبة قليلة من الذكور والإناث بالطفرة البيضاء بالكامل، لكنها جد قوية
وجد محبوبة هذه الطفرة البيضاء بالكامل التي سنزوجها في الموسم الموالي مع بعضها لتعطينا إنتاجا قويا في الطفرة البيضاء بالكامل. في الموسم الموالي نزوج ذكر أبيض بالكامل مع أنثى ذقن أبيض أو العكس، أي ذكر ذقن أبيض مع أنثى بيضاء بالكامل، فسنتحصل على الفراخ كالتالي: 25% ذكور بالذقن الأبيض، 25% إناث ذقن أبيض، 25% ذكور بيضاء بالكامل، 25% إناث بيضاء بالكامل. وهذا التزاوج يعطينا نسبة كبيرة في كما ترون للذكور والإناث البيضاء. هذه هي الطفرة البيضاء التي نتحصل عليها من خلال تزويج الذكور الذقن الأبيض مع إناث الذقن الأبيض، أو الذقن الأبيض مع ذكر، أو يعني مع جنس آخر أبيض بالكامل. هذه الطفرة جميلة جدا وسعرها غالي كما نعلم. نمر إخوتي إلى هذه الطفرة، طفرة الحسون الأصفر، وتكون في البرية أيضا. ويعني عدة صيادين تحصلوا على هذه الطفرة في البرية من خلال الصيد، وهي معروفة أيضا عند منتجي الحسون. الطفرة في الأقفاص، وفي الطفرة في البارفا، وفي المايور أو الماجور. هذه الطفرة قوية وسائدة أيضا، وممكن أن نتحصل إذا كان لدينا فقط ذكر أو أنثى نزوجه مع العادي، ونتحصل على تزاوج أو على ناتج جد جيد. وهذه الطفرة السائدة القوية هي تنقسم إلى قسمين كما في هذه الصورة. فهذا حسون أحادي الجينة، يعني ليس أصفر بالكامل، فالطوق وذلك الاسوداد على الرأس يعني يظهر، وأيضا التحنية تظهر قليلا. أما الحسون ذا الجينة القوية أو ثنائي الجينة سنراه في الصور الموالية. هذا أيضا أحادي الجينة، فالعقال أو ذلك الاسوداد على الرأس يظهر جليا، وهكذا فهو أحادي الجينة. أما ثنائي الجينة فهذا هو الحسون ثنائي الجينة، جميل جدا، أي أصفر بالكامل، فقط الابيضاض أو نرى الابيضاض في أسفل البطن، يعني عند الأرجل وعند البطن فقط، والاسوداد على الجناحين. أما الباقي فهو كله أصفر بالكامل، والعقال الأسود في الرأس يختفي تماما. وهذه طفرة أقوى من أحادي الجينة. وسنتحدث عن التزاوج، تزاوج هذا الحسون مع يعني ذكر أو أنثى عادية. فإذا زوجنا أحادي الجينة مع عادي، فالناتج سيكون 50% أصفر أحادي الجينة، و50% عادي. فهذا الحسون الطافر الأصفر يعطي إما حسون أصفر وإما عادي كما رأينا مع الذقن الأبيض. أما إذا كان الحسون الطافر الأصفر ثنائي الجينة، أي يعني كامل أصفر، فتزويجه أو تزاوجه مع العادي، يعني ذكر ثنائي الجينة مع أنثى عادية أو العكس، فالناتج يكون 100% أصفر أحادي الجينة. فهذا التزاوج من ذكر أو أنثى صفراء ثنائي الجينة، فالحاصل سيكون أصفر أحادي الجينة بالكامل في الفراخ. وفي الموسم الموالي إذا زوجنا أحادي الجينة مع أحادي الجينة، فالحاصل سيكون 25% ثنائي الجينة، 25% عادي، و50% أحادي الجينة. ومستقبلا إذا زوجنا أحادي الجينة مع ثنائي الجينة، فالحاصل سيكون كالتالي وهو أقوى: سيكون 50% أحادي الجينة، و50% ثنائي الجينة، أي سنتحصل أيضا على نسبة كبيرة من ثنائي الجينة، هذه الطفرة الصفراء الممتازة والسائدة. أما في الطفرات الأخرى أو النوع الآخر والنوع المتعلق بالجنس، أو الطفرة المتعلقة بالجنس، فهي متنوعة، منها الآغات باستيل، البني، الإيمو، الإيزابيل، الساتيني، اللوتينو، وطفرات أخرى يعني مختلفة تتعلق بالتزاوج المختلف لهذه الطفرات مع بعضها البعض، وتعطينا نتائج أخرى.
فهذه الطفرات سنعرف تزاوجها والناتج المتحصل عليها. فالإيزابيل الساتيني البني والأغات هو المثال الذي سأقدمه في هذا المقطع، والتزاوج المتحصل عليه. فمثلا في هذه الصورة هي طفرة بنية جميلة جدا، وهذه الطفرة هي آغات. ويعني في البرية أيضا تكون بعض الطفرات المتعلقة بالجنس وهي جميلة جدا أيضا. ويعني نزوجها مع العادي، ومع كل موسم موالي نتحصل على فراخ أكثر قوة في هذه الطفرة. ومع المواسم، يعني كما الموسم الثالث نزوج الفراخ مع الطفرات الأقوى، وهكذا نتحصل على نتائج جد ممتازة حتى نصل إلى الطفرة الكاملة. والطفرات المتعلقة بالجنس نلاحظ أيضا الأظافر البيض في الطفرات. فالطفرات يعني متعددة تحصل عليها الإخوة في البرية، وثمنها يكون باهظ، أيضا باهظ جدا. منها ما يكون مستوطن، يعني مستوطن لا يهاجر، ومنها المهاجر الذي يأتينا من أوروبا، يدخل عبر المضيق إلى المغرب، شمال المغرب وأواسط المغرب. فهذه الطفرة المتعلقة بالجنس كلها يعني أنواع متعددة. يعني هذه النقطة مهمة يجب معرفتها والاطلاع عليها. فالإناث تكون إما طافرة أو غير طافرة، فلا تكون أبدا حاملة للطفرة في هذه الطفرات المتعلقة بالجنس. أما الذكر فيكون طافر ويكون عادي، ويكون أيضا حامل للطفرة. فعند حصولنا أو تحصلنا على ذكر طافر من هذه الأنواع، تم تزويجه مع أنثى كلاسيكية عادية. فالحاصل سيكون كالتالي: الذكور كلها، يعني 50% من الفراخ أو 100% من الذكور الفراخ تكون كلاسيكية حاملة للطفرة، أما الإناث فتكون طافرة كلها. أما إذا زوجنا ذكر كلاسيكي عادي مع أنثى طافرة من هذه الأنواع، فالحاصل سيكون 100% من الذكور تكون حاملة للطفرة، أما الإناث كلها ستكون كلاسيكية عادية. نستنتج إخوتي من هذا التزاوج أن تزاوج ذكر الطافر من هذه الفصيلة المتعلقة بالجنس، إذا زوجناه مع أنثى عادية، فالحصل يكون أفضل من تزويج الأنثى الطافرة مع الذكر العادي. ففي الأول تزوج الذكر الطافر مع العادية يعطينا إناث طافرة وذكور حاملة للطفرة، أما التزوج الثاني فيعطينا إناث غير طافرة كلاسيكية عادية. في الموسم الموالي نكون قد تحصلنا من قبل على ذكور طافرة بالكامل وإناث طافرة بالكامل إذا كان لدينا ذكر طافر. أما فنزوج بعضهما البعض، يعني الطافر مع الطافر، وسنتحصل على 100% ذكور طافرة و100% إناث طافرة، أي الناتج كله يكون طافر. وهكذا نكون قد توصلنا إلى نتيجة يعني جد ممتازة مرجوة، وهي الحصول على الفراخ كلها طافرة من هذا التزاوج. أما عند تزويج الذكر الحامل للطفرة مع الأنثى الطافرة، فالحاصل سيكون كالتالي: 50% ذكور حاملة للطفرة، و50% من الذكور طافرة بالكامل. أما الإناث سيكون 50% منها عادي كلاسيكي، و50% طافر. إذا زاوجنا الذكر الحامل للطفرة مع الأنثى العادية الكلاسيكية، فالحاصل سيكون يعني متفاوت، ويعني تقريبا متواضع. 50% من الذكور سيكون عادي كلاسيكي، و50% من الذكور حامل للطفرة. 50% من الإناث عادي، و50% طافرة كليا. بهذه النتائج إخوتي نكون إن شاء الله قد استفدنا. وللحصول على النتائج المرجوة، فأنتم تعلمون الآن كيف يتم تزويج هذه الطفرات مع الكلاسيكي للحصول على نتائج جيدة. ومع المستقبل يعني القريب في المواسم الأخرى نتحصل على نتائج أفضل وأكثر قوة، يعني في الطفرات من حساسين طافرة برية.
وفقط إذا كانت يعني الأظافر بيضاء وبها علامات الطفرة في الحسون نزوجها مع الكلاسيكي، وبإذن الله نتحصل على نتائج جيدة. وكما قلت في المستقبل نتحصل على طفرات أكثر قوة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو إخوتي. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله يكون شهر الخير على كل المسلمين في بقاع العالم. تقبلوا تحياتي، والمرجو دعم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك ودعم الفيديو بإعجاب. شكرا لمجهودنا، تحياتي لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.